دكتورة بتطلع في برنامج سنة 2013 وبتتنبأ بحاجات كتيرة من اللي هتحصل في المستقبل وحصلت ولسه بتحصل. ظهرت كضيفة في برنامج الإعلامي إبراهيم حجازي على مدار 12 حلقة متواصلة، واتكلمت عن حاجات غريبة وحكت عن الماسونية وعن مدن اتعملت في أفلام خيال علمي، وقالت المدن دي موجودة على كوكب الأرض. ومن بعد الحلقات دي اختفت تماما، يعني من حوالي 12 سنة من تاريخ كلامها عن الماسونية اللي كانت حاجة غريبة وقتها وأول مرة نسمع عنها. وفجأة الحلقات خلصت والبرنامج اتوقف وهي كمان اختفت ومحدش يعرف عنها حاجة لحد دلوقتي. طب ايه السبب اللي خلى الناس تفتكرها بعد السنين دي كلها؟ السبب هو الحاجات اللي قالت عليها الدكتورة واتنبأت بحصولها ان في حاجات من اللي قالت عليها حصلت بالفعل، وغيرها اللي لسه بيحصل وهيحصل. وكمان قالت الدكتورة ان كل الحاجات دي متخطط لها من زمان. شيء مرعب. وكلام مايا صبحي عن ناس اسمهم اصحاب الدائرة المستديرة، وقالت ان الجماعة دي شيطانية وهدفها السيطرة على عقول البشر عشان يوصلوهم لعبادة الشيطان، وغيروا الحقيقة وقالوا ان الشيطان اتطرد من الجنة علشان كان صاحب فكر مستنير وان الشيطان مظلوم، وسموا نفسهم المتنورين او الماسونيين. ولحد هنا والكلام تمام، لكن غريب واللي مش تمام ان الجماعة دي هي اللي بتمشي العالم وهم اللي مرتبين كل الاحداث اللي بتحصل ولسه هتحصل من تحت الترابيزة، والاحداث دي مقصود بيها الصراعات اللي ما بتنتهيش. طب ايه اهدافهم وبينمروا على ايه؟ اهدافهم مكتوبة على نصب جورجيا، ودي الواح حجرية ظهرت فجأة في امريكا ومكتوب عليها 10 وصايا ب10 لغات مختلفة، ومحدش عارف مين اللي كتبها ولا ميعاد ظهورها الحقيقي. الملخص بتاعها ان هم يعيدوا تشكيل الكوكب من تاني ويخلوا العدد بتاع الكوكب مليار، وحكومتهم هي اللي هتتحكم فيه ككتلة واحدة وكمان عملة واحدة. القواعد دي كلها متجمعة في مشروع اسمه النظام العالمي الجديد، وفيها بيكون المسيح الدجال هو رسول الشيطان على الارض وان كل الناس هتعبده. شيء مرعب وغريب. وقالت الدكتورة ان كل الكلام المكتوب على احجار جورجيا ده الناس دول مخططين له من زمان ومسمينه الأجندة 21، وهدفها التخلص من 80% من سكان العالم. وكمان هدفهم إقامة حروب الأبدية الأزلية اللي بنسمع عنها من زمان، لأن الحياة الجديدة اللي عايزين يوصلوا ليها مش هيبتدوها غير في وقت معين بحجة إن الموارد الموجودة في العالم مش هتكفي غير 20% بس. إيه بقى التنبؤات اللي قالت عليها؟ وإيه منها حصل؟ وإيه ما حصلش؟ وإيه اللي لسه هيحصل؟ قالت قبل دخولنا 2025 المثلية الجنسية هتنتشر بشكل كبير، وكمان هيروجوا لها بطريقة مرعبة. وكل ده ليه؟ علشان يقللوا عدد السكان. واتكلمت عن الفضائيين اللي عايزين يقنعونا بوجودهم، وكل الكائنات اصلا اللي بيقولوا عليهم فضائيين دي كائنات عايشه في جوف الارض وهم مخبيينهم وبيتعاملوا معاهم وحاجزينهم في المنطقه 51. وحتى المركبات الفضائيه اللي بيقولوا هيطلعوا عليهم بيها، يعني ازاي هيطلع بيها الفضاء عشان ينقل كائنات تضرنا؟ المشكله ان كلامها بيصادف كلام البنتاجون ان في فضائيين الفتره اللي فاتت. وكمان اتكلمت ان في شريحه هتتزرع في دماغ الانسان، والشريحه دي هتقدر تاخد كل حاجه موجوده في عقله. والناس بدأت تربط الكلام ده بكلام إيلون ماسك بتاع الفترة اللي فاتت، وعشان يسيطروا على البني آدم لازم يسيطروا على عقله والوعي والإيمان بتاعه. وفي موضوع بينتشر بيلعب بعقل الإنسان عن طريق ذبذبات بيسمعها مع الأغاني أو زي صوت وش بيسمعه وبيهمس له، والناس بتفكرها مزيكا لكن هي عبارة عن أصوات مصممة مخصوص علشان تلعب في عقلك. حاجة زي كده زي وسوسة الشيطان، يعني بتسمعها وبتهمس لك بالحاجات اللي هم عايزينك تعملها. زي لما تسأل نفسك كده، هو احنا مطلوب مننا نقاوم السيطرة علينا ولا نقاوم ليهم؟ ما يمكن هم أصلا مسيطرين علينا، والأصوات دي مش صوت راديو بايظ ولا وش كاسة عربية. قالت الدكتورة إن نسبة السيطرة بتاعتهم هتوصل ل 80% ومع الوقت هتقل، والسبب اللي هيخليها تختفي وما يقدروش يسيطروا على حد إن الإنسان يقرب من ربنا ويحافظ على صلاته وقربه من مولاه. عشان كده هم تركيزهم منقسم على حاجات كتيرة، منها زعزعة الإيمان عند الناس وبعدهم عن دينهم. وقالت إن البشر هيقدروا يتحكموا في الموضوع ده، وإن البشر كمان هيقدروا يتحكموا في الطقس بشكل كامل، وكمان هيقدروا يعملوا عواصف ورعد وبرق ومطر كمان. والمرعب إنه هيظهر جهاز الإلكترول وجهاز هارب، بس مش هتقدر تمسك عليهم حاجة لأن الحاجات دي زي ما بتعمل الشر بتعمل الخير. وقالت إن الأجهزة دي تم استخدامها مرتين في إعصار ساندي وزلزال اليابان. وقالت إن الكيان اللي ما يتسماش هتبتدي تستدرج الشباب العرب عن طريق شركات وهمية، وهيتم تدريبهم علشان يظهروا في المستقبل باسم القاعدة علشان تسلطهم على دول بعينها علشان يقوموا بدور الإرهاب والخراب فيها. وآخر كلامها قبل ما تختفي بشوية قالت على الحروب البيولوجية، وقالت كمان قبل 2025 في فيروسات كتير هتطلع من صنع البشر، ومش فيروس واحد ولا اتنين، دول كتير جدا وهيقضوا على عدد كبير من الناس. وتسأل نفسك هو كم فيروس عدى من فترة كورونا وفيروس القرود اللي جه بعدها، وتفتكر يا ترى ايه اللي جاي. بس الغريب او المرعب انهم ظهروا في نفس الفترة اللي هي حددتها كمان. وتفتكر قالت ايه ولسه ما حصلش؟ فاكر الفيلم بتاع إفطار؟ فاكر لما كان الإنسان بينقل الوعي بتاعه من كائنات غريبة ويتحكم فيها من على بعد؟
قالت بقى ان المشروع ده شغالين عليه واسمه افطار برضه، وان فكرته نفس فكره افطار بالظبط. هيصنعوا روبوتات وهينقلوا ليهم وعي الانسان، وهيحاولوا يثبتوا ان الناس هي اللي بتعمل كده فعلا، لكن الحقيقه هتكون العكس. الغريب بقى انها اتكلمت عن الدولار وقالت انه هينزل نزول قوي جدا، وقالت محدش يصدق في الايام دي لحد 2025 ان في حاجه هتستقر، وان دي سنوات الخداع. واخر حاجه قالتها ان في حرب عالميه ثالثه هتحصل، واسرائيل هتتوسع جدا، وهدفهم انهم يسيطروا على سيناء علشان تكون دي مكان قاعده الصواريخ اللي من خلالها هيسيطروا بيها على ايران وسوريا. المشكله انها اتكلمت عن هرم خوفو وقالت انه مبني من 10,000 سنه مش من 5000، ومفيش اي دليل يثبت ان خوفو هو اللي بنى الهرم اساسا، وان الهرم ده كان مولد للطاقه في ايام سيدنا موسى، وبعد خروجه الهرم وقف بسبب ان في حجر اتسرق منه، واللي سرقه واحد من الجماعه اياهم. وقالت انهم مستنيين الوقت المناسب اللي هيرجعوا الحجر مكانه، لان في اعتقادهم ان الهرم هيوصلهم لشجره النعيم بتاعتهم. وقالت ان كل التطور اللي وصلنا له ده مسروق من الحضارات القديمه، وكمان لسه ما وصلناش لحاجه من حضاره زمان بسبب انهم مشفرينها واحنا مش عارفين نفك التشفير ده. السؤال اللي نفسنا نساله هي فين مايا دلوقتي، وليه البرنامج بتاعها توقف؟ المشكله ان محدش يعرف اي حاجه ولا اي حد من اهلها ولا مدرستها. كل اللي معروف عنها انها عالمه مصريه وبتتكلم مصري كويس جدا، بالرغم انها اتولدت ودرست بره. وفي ناس قالت انها بعد ما قدمت 12 حلقه بتوعها سافرت تاني واختفت، واصلا ما كانش حد عارفها قبل البرنامج، وهي فجاه ظهرت وكانت مرتبه كل كلمه قالتها، وزعتها على عدد الحلقات وبعدها فصت ملح ودابت. يعني اللي انت شكيت فيه ممكن يكون حقيقي، او ممكن تكون هي من الجماعه اياهم، او اختلفت معاهم، او كانت ناويه تفضحهم. طيب لو ناويه تفضحهم ما قالتش كل حاجه ليه؟ وكان معاها عدد كويس من الحلقات، وليه برنامج على التلفزيون المصري بالذات اللي تفضحهم فيه؟ وفي ناس قالت عليها انها مش بشر زينا وانها من الجن، وكانت جايه لنا برساله ولما بلغتها اختفت. كل ده مش هو الحدث الحقيقي. هل انت مصدق ان في جماعه اسمها الماسونيه موجوده من الاف السنين وعايزه تسيطر على العالم؟ وهل فعلا يقدروا يبعتوا لنا حد يتكلم عن حاجات قبل ما تحصل وحاجات لسه هتحصل ويتحقق بعضها؟ وهل فعلا التنبؤات الجايه دي ممكن تحصل، ولا كل ده مجرد تكهنات واجتهادات والحاجات اللي حصلت بالصدفه مش اكتر؟ هو فعلا موضوع غريب، لكن الاغرب لو حصلت حاجه تانية من اللي اتقالت في الحلقات ال 12. وليه عددهم كان 12؟ مايا صبحي ممكن تكون منجمه او بتقرا الطالع، بس الحقيقه الواضحه بالنسبه لي ان كل الكلام ده ممكن يكون تكهنات، او ممكن يكون حقيقي لو الموضوع بدأ من 10,000 سنه، يعني قبل الاسلام والاديان كلها وقبل وجود اليهود اصلا. طب ليه سايبنا لحد دلوقتي؟ ولا 10,000 سنه مش مده كفايه؟ انما الهرم وانه مبني للطاقه والحجر والجماعه اياهم يمكن كلها اجتهادات، والله اعلم بالحقيقه، والحمد لله على نعمه الاسلام.